تم خلال هذه الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، تم التداول في مجموعة من النقاط، أهمها النظر في المصادقة على ثلاث اتفاقيات تتعلق الأولى بتأهيل مدينة تارودانت، وعرفت واحد النقاش غني ومثمر اللي اتخذت فيه مجموعة من طرحت فيه مجموعة من الملاحظات حول كيفية تأهيل الفضاءات الحضرية وكيفية الحفاظ على الخصوصيات العمرانية والمعمارية للمدينة، اللي كنتمناو أنها تلقى طريقها للتطبيق باش فعلا تكون عندنا مدينة نموذجية. كذلك من بين الاتفاقيات التي طرحت للمناقشة في هذا الموضوع تأهيل دار الدباغة، واللي كذلك عرفت واحد النقاش غني ومثمر، واللي من شأنها باش ترفع من الجودة ديال الخدمات ديال هذا المرفق وتصون هذا دار الدباغة كمكون من مكونات التراث الثقافي ديال المدينة ديال تارودانت، بالإضافة إلى إنشاء مركز لحماية الطفولة في سطح المدينة مع الجمعيات الأهلية، واللي كذلك هذه الاتفاقية عرفت نقاشات معمقة في مختلف الفصول ديالها، وتشكلت لجان لتضمين مجموع الملاحظات ديال المجلس ضمن الاتفاقيه المصادقه عليها. في الاخير تمت المصادقه على ملحق ديال الاتفاقيه ديال الشراكه المتعلقه بانشاء واحد النخيل بمحيط مدينه تارودانت، وكذلك هذا الملحق حظي بالمصادقه ديال المجلس. هي 4 اتفاقيات شراكه من شأنها اساسا ان ترفع من جوده مجموعه من الخدمات بمدينه تارودانت وان تؤهل مدينه تارودانت. نتمنى لهذه الاتفاقيات ان تجد طريقها الى التطبيق والى النور لنضمن لمدينتنا غد افضل مما هي عليه الان، وشكرا.